مرحبا صبايا. اليوم وصفتنا رولات مسخن الفلسطيني، أكل كتير طيبة. أنا ما بحب أطول عليكم الفيديوهات، فلذلك طريقة غسل الفروج كل ست بيت بتعرفها. بعد ما غسلنا الفروج أنا سلقته مع مطيباته العطرية، والفروج استخدمت بس صدوره. وهي الأكلة بتنشهر بفلسطين، وأهم شي زيت الزيتون بمكوناتها، زيت الزيتون والبصل الكتير. مثل ما لكم ملاحظين أنا حطيت المقلاية وحطيت زيت زيتون، وعنا بصل مقطع مكعبات صغيرة. بدنا نقليه لحتى يدبل، ما بدنا اياه يشقر كتير، لحتى بس يدبل. هالأكلة كتير طيبة، جربوها بتجنن عن جد. هي بتصير إذا حبيتوا عن طريق منسف أو رولات. أنا حبيت أنزلكم إياها على طريق رولات، كتير حلوة للعزايم. إذا ملاحظين عنا البصل بلش يدبل، أخذ معنا هيك البصل لون الذهبي اللي كتير حلو. منبلش ننزل السماق بالتدريج. أنا بالنسبة لي حطيت 3 معالق، لقيت اللون كتير حلو ومناسب. انتي إذا حبيتي لون البصل يكون أغمق من هيك كمان بتضيفي عليه سماق، وأكيد حطينا له ملح وفلفل أسود. عنا صدورة الدجاج بعد ما انسلقت كتير منيح قطعناهم بهذا الشكل، لأن إذا قطعتوها مكعبات ما حيطلع شكله المناسب جوات الرولات، يعني جوات السندويش اللي بدنا نعمله. فلذلك قطعتهم بهالشكل. بننزلهم فوق البصل وبنحركهم كتير منيح وبنخليهم يتقلوا شوي مع بعض. وهيك بنبلش نقلي الدجاج مع البصل مع السماق مشان ياخدوا نكهات من بعضهم. بننزل ليمونة، عصير ليمونة وحدة، لحتى تعطي طعم مميز كتير. وبنكون عم نجهز الخبز يلي بدنا نعمل فيه الرولات. أي صينية متوفرة عندك أو بايركس. أنا بالنسبة لي استعملت بايركس، فلذلك دهنته زيت زيتون. إذا ملاحظين بهالوصفة كله بزيت الزيتون، يعني صحية 100%. بندهن البايركس بزيت الزيتون وبدنا نبلش نلف الرولات أنا استخدمت خبز تنور أو خبز شراك، انتو كيف بتوفر عنكم ممكن تستخدموه. وبيصير كمان بخبز التورتيلا، يعني ما تتحكموا بهالخبز اللي أنا استخدمته. خبز التورتيلا، خبز شراك، خبز تنور، يلي متوفر عندك. المهم انه يكون خبز طري ويكون رقيق، يعني ما بيصير الخبز العربي. ولفيتهم بهاي الطريقة مثل ما لكم ملاحظين بالفيديو. بيصيروا لولات كتير صغيرة وكتير مناسبة هاي الوصفة للعزايم لرمضان. حتى بتقدري تحضريها قبل بوقت. انا مثلا هذا الفيديو كنت عملته برمضان وعم بحضرها قبل بوقت لاني كان عندي عزيمة، فلذلك هي الوصفة كتير حلوة انك تعمليها قبل بوقت، وقبل ما يجوا ضيوفك بس تدخليها شوي على الفرن. هلا بعد ما عملنا الرولات وكملنا كل الكمية، كمان بندهنهم زيت زيتون وبندخلهم على الفرن شغلة 15 دقيقة مو أكتر، لحتى يتأمروا ويصيروا هيك مقرمشين من تحت ومن فوق. وبيطلعوا كتير كتير طيبين، بتاكلي منهم وما بتوقفي. كتير لذيذين. جربوها لهالوصفة وكتبولي بالتعليقات. وصفة كتير سهلة. وهذا كان شكلهم بعد ما طالعتهم من الفرن، وكانوا مقرمشين من تحت ومن فوق، وكتير منظرهم حلو. بتحبوا تحطوا جنبهم لبن، بتحبوا تحطوا جنبهم اي شيء انتوا بتحبوا تاكلوه. انا زينته بالصنوبر والرمان، الزينة ذوق شخصي وصحتين.